السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رزقنا بمولودة جديدة. إن البيوت إذا البنات نزلتها مثل السماء تزينت بنجومها. الحمد لله على عطايا رب الجميلة. اللهم أنبتها نباتا حسنا. رزقنا ببنوتة جميلة سميناها لوليا. اللهم انبتها نباتا حسنا واجعلها قرة عين لنا. الحمد لله على كمال نعمته وعظيم فضله، فله الحمد من قبل ومن بعد. نسأل الله أن يبارك لنا فيها وينبتها نباتا حسنا ويجعلها قرة عين لأبيها ويجعلها من الذرية الصالحة كده يا رب إن شاء الله، ومن حافظة القرآن الكريم. الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة. النهاردة بقى كده كان يوم السبوع، وكان معانا المولودة الجميلة دي. اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رأيكم في اسم لوليا، واللي عنده اسم جديد يقول لنا عليه. ادخلوا بقى كده معانا الفيديو بتاعنا النهاردة وشاركونا اجواء السبوع عندنا. يعني حبيت اوريكم كده اجواء السبوع عندنا ايه في الارياف. يعني يوم السبوع دوت زي ما احنا عارفين بيكون يوم الفرحة طبعا للأطفال قبل الكبار. هنا بقى كانت البنوتة دي سايباها كده بقى، كانت نايمة وخدتها كده قلت بقى ايه اوريكم المولودة بتاعتنا النهاردة. بس مامتها بقى مرضتش تخليني ايه ابينها. ان شاء الله كده تكبر وشوية شوية اطلعها معايا في الفيديوهات. دي بنت اخويا، ربنا يا رب يخليها له ويبارك له فيها يا رب، ويخلي لي ولاده ويبارك له فيهم ويدي الصحة وطولة العمر يا رب. تعالوا بقى كده نذكر الله ونسمي الله ونصلي على الرسول، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا صباح الخير وصباح الفل وصباح الياسمين، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. هنا بقى كنت بعمل المهلبية. كنا جايبين بقى كده كمية لبن علشان نعمل المهلبية. معايا ده بقى كنت بفتح اللبن بقى وكده الأكياس عشان نظبطها. وكنت طبعا حطيت المهلبية على النار. بصراحة يعني كده كانت ماما موصية ان احنا ما نحطش عليها اي مية خالص. كانت حابة كده تعملها بلبن صافي عشان الطعم بتاعها يطلع كريمي ويطلع حلو ويانا. يعني حاجة بقى متكلفة يعني كده ايه من الاخر. ما هي لوليا الصغيرة بقى لازم تتوصى بلوليا الكبيرة. لوليا الكبيرة لازم تتوصى بلوليا الصغيرة. المهم بقى هنا دلوقتي كنت حطيت الحلة الأولى دي بقى كانت خلاص بدأت تجهز معانا وتغلي. فعلى ما على ما تاخد بس كده تدخل يعني بسيبها تستوي كده دقيقتين كده كمان. كنت بجهز الحلة التانية علشان اما نقعد نغرف تكون في حلة على النار، الوقت ما ياخدناش كده، وتكون كل حاجة ايه جاهزة ويانا. خلاص بقى هنا كنت بجهز بقى في الحلة التانية وابتديت كده ايه اظبطها. وخدت بقى ايه الحلة كده الاولى دي ورحت اقعد بقى علشان اغرف. كنت بدأت هنا بقى كده غريف فيها. العلب دي حلوة اوي كده، يعني احسن طبعا من الطبقة اللي انتوا عارفينها وكده. الاول بقى البت دي مرمورة كانت جت من الحضانة وكانت عاملة هيصة. بس انا بقى حبيت اكتم الصوت علشان اصوات العيال في الفيديو دي كانت عالية قوي قوي وكانت هتعمل لكم ازعاج. المهم بقى الاطباق دي حلوة قوي في الغريف وكده. آه اللهم صل على النبي. العلب ديت بقى بنبدأ نغرف فيها كده وبس بتسيبيها مفتوحة. بنسيبها مفتوحة كده لحد ما المهلبية اللي معانا تبرد خالص خالص. ما بنبتديش نغطيها، بنغرف كل الكمية واسيبها لحد ما تبرد كلها زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بقى كده ايه تبرد. طبعا كنت بغرف واختي بقى كانت ورايا كده ايه بتشيل من ورايا وتوسع على الترابيزه بتاعه السفره علشان مشغله لها طبعا المروحه علشان احنا انتوا عارفين ان الجو حار.
البت دي بقى كده كانت بتقول انا عايزه طبق مهلبيه بالمكسرات. قلت لها حاضر، سيبي بس كده كل حاجه في حالها، وانا هديكي هعمل لك احسن طبق مهلبيه بالمكسرات دلوقتي. المرحله دي بقى كده كنت عايزه اقول لكم كانوا بقى ايه، عايزين يلحسوا الحله بقى. طبعا كالعاده يعني. فاحنا حد بقى يقول لامها ما تعملش فرح البيت دي كده في الشتاء، عشان كانوا ايه يعني زي ما بيقولوا كده، كانوا لاحسين المغرفة. وزي ما قلت لكم بقى ادي الحلة التانية هي كانت على النار. قمت بقى كده ازود لها سكرها وكده، احط لها السكر بتاعها. وبدأت بقى كده ايه ادوقها. طبعا بصي عايزة اقولك على معلومة، ما تقلقيش خالص من المهلبية بتاعتك لو طلعت خفيفة معاكي بعد ما حطيتي النشا وظبطتيها. حسيتي ان هي ناقصة سكر، زودي لها سكر بعد ما حطيتي النشا عادي خالص، ما تقلقيش. حسيتي ان هي خفيفة معاكي، دوبي شوية نشا كده في شوية مية باردين، وارجعي ايه كبهم تاني على المهلبية. بس اهم حاجة وانت بتفضي النشا، ايد كده بتصب النشا والايد التانية بتكون بتقلب وياك، دي اهم حاجة علشان ما تكلكعش منك. تعالوا بقى كده كنت حبيت اشارككم بقى واحنا بنعبي السبوع بتاعنا. السبوع بقى كده ايه، الاكياس زي ما انتوا شايفين كده عبارة بقى عن كيسين شيبسي وكيس من المفشر بقى عشان العيال وكده، بنحط فيه توفة وملبس وحاجات من اللي انتوا عارفينها يعني. اكيد في ناس كتيرة طبعا من اللي بتشوفني بيعملوا الحاجات ديت وعارفينها. وكنزاية بقى وشوكولاتات وحاجات من ديت يعني. ودوكوا بقى زي ما انتوا شايفين كده دون كان جزء من العيال طبعا، وبقية العيال كنا قرشينهم برا اكيد يعني عشان الهيصة. وابو المولودة طبعا كان قاعد مشرفنا اهو. ودولت بقى شوية جزء كده من العيال، والباقي زي ما قلت لكم كنا قرشين بقية العيال بره. مش عايزة اقول لكم كمية العيال اللي كانت قاعدة عشان تعبي السبوع معانا كانوا عاملين ازاي. فرحة بقى زي ما قلت لكم كده، بيبقى فرحة للصغار قبل الكبار. يا رب ربنا يرزق كل مشتاق يا رب الذرية الصالحة، واللي نفسه في حاجة يا رب يشوفها. امين امين يا رب العالمين. دي بقى المتكلمة هي بتاعتنا اللي قاعدة تعبي السبوع، البت ميرا الصغيرة دي. اه زي ما قلت لكم كده يعني احنا عندنا ميرا الصغيرة وميرا الكبيرة ولوليا الصغيرة ولوليا الكبيرة ونجاة الصغيرة بقى. لا لا بجد عندنا نجاة الصغيرة برضو ونجاة الكبيرة برضو. المهم هنا بقى كانوا قاعدين بيعبوا الفشار زي ما انتوا شايفين. كل واحد بقى كده ايه ماسك له كيسة وقاعد يعبي، اللي بيعبي بقى واللي بيربط. وطبعا الحاجة نجاة كانت معانا، كانت منورانا طبعا، منورة الدنيا كلها والله. الحاجة نجاة خالتي طبعا حبيبتي، ربنا يخليهم كده يا رب ويبارك فيهم جميعا. هنا بقى كده يعني برضو كنا بقى بنعمل مهلبية وعملنا غدا. بس الغدا بقى اللي قام بقى بدور الغدا دوت بصراحة كده ماما اللي قامت بدور الغدا، وهي اللي عملته، هي اللي حشت وهي اللي عملت لنا رز معمر، رز مسوس يعني وكده وعملت لنا الاكل بصراحة بصراحة يعني كتر خيرها تعبت. احنا انشغلنا بقى في عمايل المهلبية وكده، كنا عاملين كمية بصراحة كده كبيرة وما شاء الله يعني. وعايزه اقول لكم برضو عملنا كميه كبيره وما كفتش والله. اه في كتير يعني. عايزه اقول لكم ان ابو المولوده ما كلش منها والله العظيم، ولسه زعلان لحد دلوقتي عايز مهلبيه تاني. اكيد يعني ان شاء الله هنعمل. كنا بقى اتلمينا بقى كده ايه نتغدى اه ده شكشك اللي بيلعب ده. الاصوات بصراحه يعني الفيديو ده لو كنت نزلته بالاصوات اللي كانت فيه كان يعمل لكم ازعاج جامد جدا جدا. هنا
هنا بقى طبعا كنا عبيت بقى زي ما انتوا شايفين كده، بعد اتغدينا خلصنا المهلبية واتغدينا الاول، وطلعت بقى كده ايه اقفلها. طبعا انا مشغله المروحه، المكان نضيف مفيش اي حاجه خالص عشان الحاجه تبرد. لو قفلت الغطيان دي على طول، هتلاقي الوش بتاع العلب معاكي بدأ يعرق ويبقى فيه ميه كده من جوه. وانا بصراحه ما كنتش عايزه الخطوه دي عشان الجو حر والحاجه تفضل حلوه معانا. نكمل بقى. كله بقى كان مريح كده، وانا اللي اتدبست في تقفيل العلب ديت ورصها تاني. يعني حاولت بقى كده ألمها كل 3 فوق بعض، مش اكتر من كده علشان ما تبص معانا. كان يوم جميل،